جيهان، يا سلام على الدكة الحلوة دي، كلها شاعرية. بس نمشي شوية عشان نحس بحلاوة الشمس الجميلة والغراب بيتنطط زي العفريس. يا سلام. والجناين حلوة. وفي تقفيصة حلوة. فاضية لسه الحيوانات ما جاتش. زمانها جاية. طبعا بيستنوا لما الشمس تطلع في قطة فوق مستنية الحمام. شيء عظيم يا جيهان ان احنا بنشوف المناظر الخلابة والجميلة، الاشجار العظيمة في كل مكان. شيء عظيم، شيء عظيم. حديقة الحيوانات المصرية عالمية، والشعب المصري بيحبها وحافظ عليها. مش ممكن ابدا هنتخلى عنها، لان هي تحت التحديث والتطوير لخير مصر والوطن العربي والعالم. دي إحدى الحدائق الجميلة المثيرة اللطيفة. مصر حافظها ربنا عبر الأديان، وكلنا لازم نتفاعل مع هذه الأشياء. والمواطنين في كل مكان، صحراء كان أو بستان، بيحبوا مصر، ومصر كلها لينا. مش ممكن ابدا المخيلات تروح للمصريين ان احنا مصر هتضيع. مصر ما تضيعش. مصر الفراعنه عشرة السنين، القران، ذات القران الكريم، المحلات التجاريه كلها بتسعى لخيرها وخير مصر. ومصر كل الشعب كله بيحبها وبيحب كل الناس، والناس كلها جميله وظريفه، وفيها نوع من ده عامل من العمال العظام اللي بيقوم على طفل بيلعب الكورة. والكورة لا في الأهلي ولا في الزمالك، خلاص بقى في احتراف. كلنا ماشيين. يا سلام، الغزلان جميلة هناك. في حتة اسمها دي جبلية الشمعدان، مش الشمعدان بتاع البسكويت بتاع زمان. كان عامل حاجات ومحتاجات. الله يرحم ايامه يا جهاد. مفيش حد يفتكر دي بتاعت الشمعدان البسكويت، لا. خلاص الدنيا بتتطور وبتتقدم للامام، والسعادة كلها هتخش قلوب المصريين. مش كده يا جهان؟ ايوه يا سادات، انت راجل عظيم وراجل طول عمرك بتسعى للمصريين. وطبعا تقفيصات من الاشياء الجميله. اسمه عنز ابيض، جميل. في الطفوله هي البريئه، وعندك الحاجات الجميله والمواطنين، الاخوه المواطنين كلهم. وشيء جميل ان احنا نتمتع كلتنا بالمناظر الخلابه. ايوه يا سادات، كلك رئه وشعور ومشاعر. يا سلام، انا سعيده معاك يا سادات، وسعيده ان احنا قاعدين مع الطيور الجميله اللي تبلغ الدفء الجميل. يا سلام يا جيهان، انا حاسس اني حاسس بسعاده المصريين جايه وقريبه، لكن هم متعجلين. والتعجل ابدا مش كويس ليها. لكن مصر كلها بين ايدينا ونملكها كشعب مصري كله، ليس لطائفة عن طائفة ابدا. واذا كانت امور في ارتياحية، طبعا يا سادات حبيبي، ده انت الحب كله، حبك في قلبي وهتفضل. والحب دايما بينا يا سادات، والمشاعر والاحاسيس الحلوة. الست المصرية والرجل المصري هيفضلوا طول عمرهم في ألفة، برغم ان في مشاكل صحيح صعبة، انما طبعا الحياة هتمشي وهتتطور، ومصر هترجع قوية، وهي قوية وعزيزة. لان مصر لكل الشعب المصري حكومة وجيش وشعب وشرطة وقضاء، كلنا في بوتقة واحدة ابدا. ايوه يا جيهان، انت بتديني تفاؤل
التفاؤل يا جيهان مع مصر، ومصر بخير. مع تحياتي بونجك سيكي سادات وجيهان.